اتسعت ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي حول المقاتلين الصغار لباكاكا. منذ أعوام يشكل حزب العمال الكردستاني باكاكا العنوان الأبرز على الأجندات الكردية فيما يتعلق بقضية اختطاف وتجنيد الأطفال المقاتلين الصغار. فعلى مدار 4 عقود من الزمن فرضت الباكاكا ضرورة وجود المقاتلين الصغار على الكرد، ولتحقيق هذا الهدف تقيم احتفالات جماهيرية من جهة، ومن جهة أخرى تكل تهما بالخيانة لما ينتقد تجنيد وعسكرة الأطفال. وعلى الرغم من جهودها الحثيثة طيلة 40 عاما لم تفلح الباكاكا في إقناع الكرد بقضية تجنيد وعسكرة الأطفال وصناعة المقاتلين الصغار. وكان آخر هذه الأحداث ردود الأفعال الغاضبة حول قصة فتاة صغيرة من روجافا كردستان وهي تتعهد بالانضمام إلى رفوف مقاتلي الباكاكا. أثارت مشاهد الفتاة الصغيرة خلال احتفالية للباكاكا بذكرى تأسيسها في روجافا كردستان وهي تتعهد بالانضمام إلى رفوف الجريلا. أثارت الحادثة استياء شديدا لدى الأوساط الكردية، فعوض أن تكون هذه الفتاة طالبة في المراحل الدراسية الأولى ها هي تتوعد بالانضمام إلى رفوف الجريلا. أثار الحدث استياء الرأي العام الكردي، وقال الكرد كلمتهم على وسائل التواصل الاجتماعي: الباكاكا تجر الأطفال إلى حرب غامضة ومجهولة الأسباب، وهذه جريمة كبيرة. تستخدم الباكاكا هذه الدعوة والأساليب لتعبئة رفوف الجريلا منذ تسعينيات القرن الماضي. فخلال المناسبات الجماهيرية الحاشدة كأعياد نوروز تستغل الأطفال والشباب حيث تعرضهم على المنصات ويتعهدون بالانضمام إلى رفوف مقاتليها. فمن ناحية، ولأن هؤلاء الأطفال قد قطعوا وعدا أمام هذا الحشد الكبير فقد سلموا إرادتهم لها ولم يتبقى لهم أي فرصة للتراجع عن وعدهم أو نقضه. ومن ناحية أخرى، ما يراه الأطفال الآخرون ويتأثرون به من شعارات وتصفيقات الحاضرين فيتولد لديهم رغبة الانضمام إلى رفوف المقاتلين. والحقيقة هي أن الباكاكا كثيرا ما استخدمت هذه المراسم والاحتفالات كمصيدة. هناك بعض العوائل ممن انضم أطفالهم لرفوف مقاتلي الباكاكا تستفيد ماديا وتستحصل امتيازات أخرى، وخصوصا بعد عام 12 وبعدما فرض بيادا هيمنته وسيطرته على روجافا كردستان. حصلت عائلة بعض الشهداء والجريلة على بعض الامتيازات كالمساعدات الاقتصادية والإدارية إلى آخره. لهذا السبب تتعمد بعض العائلات تشجيع أطفالها وأبنائها على الانضمام إلى رفوف مقاتلي الباكاكا، لكنها حالات تقتصر على بعض العوائل، كما أن هناك بعض العائلات ممن يعاني أطفالها من اضطرابات نفسية وشخصية ولا تستطيع السيطرة عليهم فيرسلونهم إلى رفوف مقاتلي الباكاكا، وهكذا يتخلصون من المسؤولية تجاه أطفالهم المرضى. ولكن ما يؤسف له هو أن تظهر والدة طفلة صغيرة كانت من المفترض أن تكون طالبة وهي ما زالت بأمس الحاجة لرعاية والديها تظهر على المسرح وتهنئ ابنتها وتباركها على هكذا قرار. ولكن يبدو جليا أن ما دار على خشبة المسرح كان خطة دقيقة محكمة حاكها كوادر الباكاكا. تعاني الباكاكا خلال السنوات الأخيرة أزمة مقاتلين كبيرة وحادة. ففي باكور كردستان تركيا باتت معدلات الانضمام لرفوف مقاتلي الباكاكا شبه معدومة، وفي باقي أجزاء كردستان تعد هذه المحاولات بأصابع اليد. كما تلقى التنظيم هزائم وإخفاقات، وخاصة الجريلا الذين لم يعد بإمكانهم خوض هذه الحرب العبثية التي لا معنى ولا هدف لها في الأنفاق، ويغتنمون الفرص للانشقاق من رفوف التنظيم. كما أن الخسائر البشرية الناجمة عن المواجهات زادت من حدة أزمة المقاتلين داخل الباكاكا، ولهذا اتبعت الباكاكا أساليب شتى لتجنيد المقاتلين خلال الأعوام الأخيرة، وتقوم باختطاف الأطفال عن طريق تنظيمها المدعو بالشبيبة الثورية جوان شوراشجر. وقد أكدت مصادر مقربة من الباكاكا أن الأوامر صدرت بتجنيد جميع الأطفال وعسكرتهم سوى المعاقين جسديا. ومثل هذه الأعمال والممارسات يتوقع أن تشمل كافة أجزاء كردستان. والحق أنه تم إنشاء مجموعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتليجرام في باكور كردستان مختصة بهذا الأمر، حيث يتم توفير ثمن جواز السفر للشباب الذين لم يطلعوا بعد على حقيقتهم. وبعد أن يجتاز هؤلاء الشباب الحدود يتم تمركزهم في أسخن نقاط المواجهة وجبهة القتال، بينما يكسب من غرر هؤلاء الشباب بالانضمام جوائز مالية مغرية، حيث تأرجح سعر المقاتل الواحد مطلع الألفية الثانية في ولاية وان هكاري وصولا لحدود روجهلات كردستان ومنطقة كلارش الحدودية ما بين 200 ل 400 دولار. أصبح البعض تجارا للمقاتلين وتهريبهم،
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الباكاكا أزمة مقاتلين حادة منذ تسعينيات القرن الماضي، وليس بمقدورها تعويض الخسائر البشرية اليومية في رفوف مقاتليها لتجفيف منابع الانضمام. ولم تعد الباكاكا تملك سوى سلاح المظاهرات والشعارات والدعاية والموسيقى والدبكات والغناء. أولت الباكاكا هذا العام بالذات اهتماما كبيرا بذكرى 27 تشرين الثاني، وذلك بعد الهزيمة النكراء التي منيت بها خصوصا بعد حرب الخنادق عام 15، وفي الوقت نفسه انسحابها من باكور كردستان وخسارتها لعفرين وسيريكاني في روجافا كردستان، بل وخسارتها لعموم المناطق التي أطلقت عليها تسمية مناطق الدفاع المشروع في إقليم كردستان. سلمت الباكاكا عموم هذه المناطق بلا استثناء للدولة التركية المحتلة. تحاول الباكاكا من وراء تظاهرات حاشدة التغطية على هذه الهزائم والإخفاقات، فعموم ممارسات الباكاكا الأخيرة لا تعد كونها حملة دعائية خادعة لجماهيرها، ولهذا أولت اهتماما كبيرا وخاصا بذكرى تأسيسها الأخيرة، كما وأطلقت تهديدات جدية لمن لم يشارك في احتفالاتها في روجافا كردستان. فالباكاكا ومن خلال الفعاليات والأنشطة الجماهيرية المختلفة ثقافية وفنية ودبكات وموسيقى تحتشد الناس حولها، كل ذلك من أجل التغطية على هزيمتها الاستراتيجية وإخفائها.